السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل اسبونج بالدقيق العادي، الدقيق البيت العادي. تو- توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نحط ايه؟ حطينا 9 بيضات، 9 بيضات، كوباية وربع سكر، سكر بودرة، كوباية وربع، 2 وربع دقيق نخلينه ومخلينه فل اهو، 2 وربع، 2 وربع دقيق، وواحد وربع سكر، 3 معالق نشا، معلقة خل، معلقة خل كبيرة، رشة ملح بسيطة جدا، فانيليا، حطينا فانيليا، وهنقلب بقى كله مع بعضه، نقلب كله مع بعضه عشان لما نيجي نشغل ما يعفرش علينا الدقيق. وهنحط محسن جل بس مش دلوقتي، وبعدين مش راضي اقول لكم بالجرامات عشان مش كل بيت فيه ميزان، انما كل بيت فيه كوبايه. الكوبايه دي، الكوبايه دي تعايري بالكوبايه، اللي تعايري بيها حاجه تعايري بيها في كل، لازم يبقى معيار واحد اللي هتعملي بيه. نحط كوبايه ميه، كوبايه ميه بنفس الكوبايه اهي، على الهادي الاول وبعد كده تسرعي. هذا القوام بتاع العجينه بتاعتنا البونش نهاية وزي الفل. نسيت اقول لكم ان احنا هنحط معلقه بيكنج باودر، بس انا كنت نسياها وحطيتها دلوقتي، معلقه كبيره بيكنج باودر. نرجع نضرب تاني، هنا نكسر العجان عشان نحط معلقه محسن الجل. محسن الجل ده مفعوله جميل في الاسبونج اهي، معلقه كبيره. دوت هو اللي هيخلي الاسبونج ناجح. نرجع نضرب تاني لحد ما القوام ده يعلى ويبقى زي الفوم كده خفيف وهاش. غصن الصينية سمنة علشان ورقة الزبدة تمسك فيها. اهو عشان ورقة الزبدة بص مسكت ازاي ما اتلمتش، هنصب فيها الخليط بتاعنا اهوت.
اهوت الخليط. بصوا قوام الاسبونج اهوت. اهوت نفرده بقى في الصينيه بتاعتنا كده، ونكون مولعين الفرن مسخنينه اهوت. نشغله على اعلى درجه، نشغل الفرن على اعلى درجه، ندخل الاسبونج بتاعنا. وهنا بعد ما طلعنا الاسبونج من الفرن اهوت، هنغطيه بسرعه بالفوطه ونسيبه لحد ان شاء الله بالليل نشتغل فيه واوريهولكم. هنا بقى بعد ما طلعنا الاسبونج عشان يبرد، هنعمل الكريم بتاعته، كريم شانتيه بتاعه، ونجهزه عشان نحطه في التلاجة شويه قبل ما نقطعه. معايا نص كوبايه سكر، اكتر من نص بشويه زي ما انتوا شايفين كده، لان هو كريم شانتيه خام فلازم نحط له سكر. ومعايا ميه مثلجه فيها تلج اهيت، هوريها لكم دلوقتي. معايا ربع كريم شانتيه خام. هنكب السكر الاول هنا، ونحط عليه شويه ميه، حبه ميه صغيرين كده، ونقلب السكر. نقلب السكر. بعد كده نركب نحط الكريمه بتاعتنا، نحط الكريم شانتيه بتاعنا، نخلي شويه ما نحطوش كله. نحط اهو، بصوا عليه تلج ازاي، ادي كوبايه. وادي نص، عشان ما حطيناش الربع كيلو كله، لو احتاجنا تاني هنحط. ننزل المضرب بتاعنا ونشتغل، نعمل كده عشان ما يعفرش علينا. نشتغل على الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنحط بقيه الربع، ربع الكريمه اهوت. نقلبها بالراحه. ننزل المضرب بتاعنا ونرجع نضرب تاني. نشدد المضرب برضو ونسيبه شويه. نشدد بقى المضرب بتاعنا على اعلى درجه. وادي الكريمه بتاعتنا بعد ما خلصناها. نوقف المضرب واوريكم الكريمه بتاعتنا. بصوا اهي، ولا بتقع من على المعلقه ولا حاجه اهو. ادي المنظر، تزوقي بيها وتعملي منها وردات بقى وتزوقي زي ما انت عايزه اهي. بصي جميله جميله اهي. بصي
متماسكة. كمان هنحطها في التلاجة قبل ما نقطع الجاتو بتاعنا. السبونج بتاع النهاردة هنعمله جاتو. وادي السبونج بعد ما قطعناه قسمناه 2. نسقيه بقى بشوية مية كده بسكر قبل ما تحطي الكريم شانتيه كده. حاجات بسيطة كده، حاجات خفيفة كده. بعد كده تغطي بالكريمة. وادي الطبقة الأولى فردناها، وهنحط الطبقة التانية. وادي الطبقة التانية نغطيها بكريم شانتيه برضو. وادي الجاتوه يا جماعة عملناه. كان فايت حتة عملناها بالشوكولاتة من السبونج، عملناها بالشوكولاتة عشان عندي شيء بياكل فانيليا وشيء بياكل شوكولاتة اهو. شوفي بقى تجيبي الحبة دولت بكام من بره. والست الشاطرة تعمل كل حاجة لعيالها في بيتها. ايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات اهوت. اعملوا لعيالكم كده وابسطيهم. ربنا يديكم الصحة. اتفضلوا معانا وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.